السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم غنشارك معكم هذه الوصفة اللي اسهل منها ما كاينش وكتجي صحية 100%، رائعة. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج 2 فصوص من الثوم، غنحتاج لواحد البصله صغيرة اللي مشلضة مزيان. غادي نضيف نصف معلقة صغيرة ديال الخرقوم اولا الكركم، نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاحمر، نصف معلقة صغيرة ديال الكمون، وراس معلقة ديال الابزار. غنزيد نصف معلقة ديال الزنجبيل، وغادي نضيف عليهم مزيج ما بين قزبور ومعدنوس مقطعين. غادي نضيف غير نصف الكمية والنصف الاخر غنحتفظ به. وغنزيد عليهم تقريبا واحد نصف حامضة ولا معلقة كبيرة، والملح على حسب الذوق. غنزيد شويه ديال الماء باش نمزج هذوك المكونات. ما نضيفش الزيت في هذه المرحله، غادي نضيف غير الماء لانه الزيت ما كيخليش لينا ديك الشرموله تدخل مزيان في الدجاج. داكشي غنضيف الماء باش هكا داك الدجاج يشرب لينا ديك العطريه مزيان. غادي نضيف عليهم الدجاج من بعد ما فلحته مزيان باش ندخل ديك العطريه. درت هنا في خيضات واحد شويه ديال الصدر، كديروا الكميه اللي بغيتو على حساب افراد الاسره ديالكم. صافي غادي ندخل هذيك العطريه مزيان في الدجاج. تقدروا تضيفوا حتى الصلصه الحاره الا بغيتوها. انا فضلت انني ما نضيفهاش، نضيف غير التوابل العاديه. وغادي نخلي هاد الدجاج يترقد في هاد العطريه مزيان، يعني باش ما خليتوه كيشرب هذيك العطريه باش ما كيجيكم الليد. يعني من الاحسن ديروه في الصباح بكري وخليوه يشرب هذيك العطريه مزيان، تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه ولا ساعه ونص. صافي نخليه يترقد مزيان وغنجيب هذيك الخضره اللي غندير معاه. من بعد ما خليت الدجاج ترقد مزيان وحيته، في نفس الاناء غنزيد واحد الحبه ديال مطيشه محكوكه كما شفتوا معايا. وغادي نضيف ديك الكميه ديال القزبور المعدنوس اللي خليت. نخلط المكونات مع بعضياتهم، وغادي نضيف عليهم الرز اللي سلقته نصف سلقه، يعني طيبته نصف طيبه. انا استعملت الرز عادي، يعني الرز الابيض هو اللي كان متوفر ليا الصراحه. تقدروا تستعملوا الرز الاصفر اولا الرز كلاسيكي كما كنسميوه، لكن ما كيكونش واحد الفرق كبير، يعني كيعطوا نفس النتيجه. غنزيد عليهم تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. تقدروا ديروا الزيت نباتيه، انا استعملت زيت الزيتون باش كتبقى هاد الوصفه يعني كما قلت لكم صحيه 100%. وكنخلط هذاك الرز مزيان في هذوك التوابل. ديجا من قبل فاش كنسلقوا الرز راه كنسلقوه في الماء اللي فيه شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت. ما كنخلوش يتسلق بزاف، يعني هذيك نصف سلقه اللي غنسلقوا نديروها غير طيب غير واحد شويه، يعني غير كيبان لينا يعني شده في راسو شويه وكنحيدوه، ما كنخلوش حتى كيتعجن بزاف. صافي غادي نخلط هذاك الرز مع التوابل حتى كينسجموا المكونات مع بعضياتهم كما شفتوا معايا. وغادي نحيدو على جانب وغنجيب واحد الاناء واحد اخر، وغادي ندير فيه نفس التوابل اللي درت في الدجاج باش ندير فيه ديك الخضره باش هكا هي كتجي معطره وتجي منسمه، ما تجيش غير مسلوقه وصافي. كندير راس معلقه من كل حاجه، يعني راس معلقه من الفلفل الاحمر، الزنجبيل، الابزار، الخرقوم اولا الكركم. وغادي نضيف الملح، نضيف شويه ديال القزبور ومعدنوس وفص من الثوم. وغادي نضيف عليه كميه من زيت الزيتون، واحد 2 معالق كبار تقريبا. وغادي نخلط المكونات، نضيف عليهم هذيك الخضر. عندي هنا البطاطا اللي قطعتها المربعات والكورجيت والجزر. تقدروا تضيفوا حتى جلبانه، حتى هي كنضيفها صراحه ما كانتش متوفره ليا. انا غير اليوم وجدت الغديوه ديالي وقلت نشاركها معكم، يعني غديوه صحيه 100% خصوصا لاصحاب الرجيم، غادي تنفعكم بزاف. صافي كنخلط هذيك الخضر مع التوابل مزيان، هكا كتجي هذيك الخضره لذيذه وكتجي حتى هي معطره يعني فيها العطريه. وغادي نزيدها على الرز، وغادي نخلط المكونات كامله مع بعضياتها. نخلط هذيك الخضره مع الرز باش نديرهم فوق الدجاج. كما قلت لكم الا ما كانش متوفر لكم الرز الاصفر تقدروا تستعملوا غير هذا الرز العادي، الرز الابيض. غير هو ما طيبوش بزاف، يعني ديك نصف سلقه ديروا غير ربع سلقه في الاول باش هكا ما يتعجنش معكم، لحقاش راه بسرعه كيطيب ماشي بحال داك الرز الاصفر. بداك الشيء اللي متوفر في المنزل كنوجدوا غداء صحي وفي نفس الوقت لذيذ. صافي من بعد ما خلطت المكونات غنجيب واحد الكسكاس اللي درت فيه الدجاج هو الاول، عاد غادي ندير فوق منه هذيك الخضره مع الرز
وغنديرهم يتبخروا. وتقدروا تزيدوا اي نوع من الخضر كتبغيو، وحتى الجلبانه ولا اللوبيا الخضراء الا كانت حتى هي متوفره، حتى هما راه مزيانين وصحيين. صافي غنديرهم يتبخروا، وغادي نغطيهم بورق طبخ باش هكا تيعرقوا، وراه بسرعه كيوجدوا، يعني ما كياخذوش منا وقت كبير. خلاص الا كان هذاك الكسكس اللي كيدار في الطنجره ديال الضغط، راه بسرعه كيطيبوا. انا درتهم هنايا غير في الكسكاس العادي كما قلت لكم، كنغطيهم بورق الطبخ وعاد كنزيد نغطيهم بالغلاقه ونخليهم كيطيبوا مزيان. راه تقريبا واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه كيكونوا وجدوا، لحقاش الدجاج راه دغيا كيطيب كما كتعرفوا. صافي هنا من بعد ما قلبت الخضره لقيتها طابت، الدجاج حتى هو راه دغيا طاب، الرز حتى هو دغيا كيطيب كما كتشوفوا معايا. راه خيزو طاب، البطاطا حتى هي راه بسرعه كطيب، الكورجيت حتى هي خلاص دغيا كطيب. صافي كانت يعني الغديوه ديالي دغيا وجدات. غادي نقلبها في واحد الاناء ولا طبسيل كما شفتوا. تقدروا توجدوها للغداء او للعشاء او ترافقوها مع سلطات، راه كتجي لذيذه، وعشاء او غداء صحي 100%، يعني بدون زيوت وبدون لحوم حمراء، غير بالدجاج. كيجي داك الدجاج لذيذ لحقاش كيكون شارب هذيك العطريه، وحتى الرز راه كيجي زوين بزاف. كما شفتوا معايا الدجاج راه كيجي طايب وفتي، كيجي لذيذ بزاف، وحتى من جهه يعني من جهه الصدر حتى هو دغيا طاب. نتمنى وصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كما العاده اللي اول مره كيشوف القناه ديالي، مرحبا بكم، دخلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.